ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض المسقعه بالبشاميل. طريقه بسيطه قوي وسهله قوي زي ما احنا متعودين في وصفاتنا. اول حاجه جبت البدنجان زي ما انتم شايفين كده وقطعته بالشكل ده. احب اعمله بالشكل ده بيدي شكل حلو. عادي لو اتقطع سليم مفيش فيه اي مشكله برضو. هقطعه كله بالشكل ده وهقطع الشرايح بتاعته تكون سميكه شويه عشان ما تتهريش معايا في الصينيه لما ادخلها الفرن. وبعد كده هنقعه في مية وملح لمدة مثلا ساعة ساعة ونص عشان ما يتشربش معايا زيت كتير وانا بقليه. وبعد كده لازم الباذنجان كله يكون جوه المية. فهحط الكوباية دي وهحاول اثبتها بالبلانشة عشان خاطر الباذنجان كله يكون في المية. بعدين هجيب الطماطم بتاعتنا وهنقطعها وهنضربها كويس في الخلاط. بعد كده جبت معانا حوالي 4 فصوص توم، هفرمهم كويس جدا. بعد كده جبت حلة على النار وحطيت فيها شوية زيت صغيرين. هنزل بالثوم المفروم وهقلب كويس لحد ما ياخد لون معايا. اول ما ياخد لون هنزل عليه بالطماطم اللي احنا عصرناها. وبعد كده هنزل بمكعب مرقة وكمان شوية كزبرة ناشفة، شوية ملح، وهقلب كويس وهسيب الطماطم تتسبك معانا. وبعد كده حمرت الباذنجان زي ما انتم شايفين قدامكم. ما بخليش اللون بتاعه يبقى احمر قوي عشان ما يبقاش فيه مرارة، لو اتحمر زيادة بيبقى مر. فانا بخليه يبقى لونه ذهبي زي ما انتم شايفينه كده. خلصت كمية الباذنجان اللي معانا كلها، كانت الطماطم اتسبكت. هطفي النار عليها وهجيب حلة تانية صغيرة هعمل فيها البشاميل. حطيت معلقة سمنة كبيرة وعليها معلقة دقيق كبيرة برضو، وهقلب كويس قوي بالمضرب. وبعد كده هنزل عليها باللبن. هقلب كويس. هلاقيه تقل معايا هزود واحدة واحدة لبن تاني وهقلب. ايدي دايما تكون فيه بالمضرب عشان ما يكلكعش معايا. بعد كده نزلت بنص معلقة فلفل اسود ومكعب مرقة ونص معلقة ملح. هقلب كويس قوي واخلي كل المكونات بتاعتنا تدوب مع بعضها. كده البشاميل بقى تمام جاهز معايا. انا كان عندي لحمة متعصجة من قبل كده فما عصجتش لحمة المرة دي. اللحمة كانت تمام جاهزة. البدنجان معايا والجبنة والطماطم اللي احنا سبكناها. هنجيب صينية بتاعتنا هنحط فيها طبقة من الطماطم. بعد كده هنرص البدنجان طبقة بدنجان. هننزل باللحمة بتاعتنا اللي متعصجة زي اللي بتتعمل في اي صينية معانا. يعني نفس طريقة المكرونة بشاميل اللحمة بنعصجها هي نفس الطريقة. الرقاق الجلاش كله هو تعصيجة اللحمة واحدة. وبعد كده هحط طبقة بدنجان تانية، بس هحط فوق البشاميل معلقة شوية بشاميل كده فوق اللحمة.
وبعدين هنزل فوقهم بالبدنجان تاني، وبعدين هحط تاني صلصة، وبعدين هحط بشاميل تاني. بص انا ما بعرفش اتكلم كتير في الفيديوهات، وما بحبش الكلام، يعني ما بحبش الكلام الكتير، فهتلاقوني دايما بختصر كل حاجة معاكم كده. يعني مش ان انا ما بحب، عشان ما بحبش اتكلم، بس انا بوضح لكم اللي انا عايزه اقوله يعني. وبعد كده نزلت بالبشاميل. والله الوقت ده انا بكون عايزه اقول فيه اي حاجه، بس انا فعلا شايفه ان انتوا شايفين اللي انا بعمله، فانا مش لازم اقول حاجه يعني. ولا هو انا لازم اقول؟ لو انتوا عايزين اقول حاجه قولوا لي اقول ايه، وانا هقول على طول. بعدين شويه جبنه موتزاريلا كده حطيتهم على الوش. ده كان شكل الصينيه بتاعتنا بعد ما خلصت، بس لسه هدخلها الفرن. دخلت الفرن وطلعت بالشكل الخطير اللي انتوا شايفينه ده. والله يا جماعة ريحتها تحفة وطعمها خطير. هي بس كانت عايزة تبرد شوية، عشان يعني مسقعة، فأكيد تتاكل ساقعة مش سخنة كده، عشان تبقى ماسكة نفسها شوية عن كده. بس وقدمت معاها بقى طبق مخلل حلو. حنين ما بتاكلش مسقعة، عملت لها مكرونة.